اليوم المنتخب المغربي غادي يلعب مع واحد المنتخب اللي ما كيتبه حتى شي منتخب اخر، منتخب اللي غير تاريخ كرة القدم، علم العالم كيفاش كتلعب اللعبة، انجب اساطير مثل يوهان كرويف، فان باستن، روبن فان بيرسي، والقائمة اللي طويلة. لكنه كيحمل اغرب لعنة في تاريخ المونديال، كيفاش المنتخب لعب 3 الفينالات وما قدر يربح حتى شي فينال واحد. اليوم غادي نهضروا على المنتخب الهولندي او منتخب الطواحين. وقبل ما نهضروا على النجوم ديال هولندا الحاليين، خاصنا نعرفوا ان هذا المنتخب ليس مجرد منافس للمغرب، بل هو مدرسة كروية كاملة. في السبعينات ديال القرن الماضي ابتكرت هولندا واحد الاسلوب اللي ثوري سميتو الكرة الشاملة. الفكرة كانت بسيطة لكنها غيرت كرة القدم. اي لاعب يمكن له يعوض الزميل ديالو في اي مركز، والجميع كيهاجم والجميع كيدافع. منذ ذلك الوقت بدات أندية ومنتخبات العالم كتقلد المدرسة الهولندية. لكن الرغم هذا التفوق بدات اللعنة في كأس العالم 1974. هولندا وصلت الفينال وقدمت كرة القدم اللي بهرت العالم، لكنها خسرت أمام ألمانيا الغربية. وفي 78 رجعت ولعبت النهائي مرة أخرى وخسرت. في 2010 كانت على بعد خطوة واحدة من المجد، لكن إسبانيا خطفت اللقب في الوقت الإضافي. 3 الفينالات 3 الهزائم، داكشي علاش كيسميوها الناس بزاف أفضل منتخب الذي لم يفوز بكأس العالم. ولكن واخا تعيا ما تهدر، الطاحونة الهولندية ما كتدور غير بالرويد ديال الأساطير ديالها. كنهضروا على يوهان كرويف مول الكرة الشاملة، وماركو فان باستن اللي ماركا واحد من الأحسن الأهداف اللي شافهم التاريخ، والساحر دينيس بيركامب، طيار أريان روبن، والمهندس ويسلي سنايدر، والقرصان روبن فان بيرسي. هادو ماشي لعابة، هادو جنرالات اللي خلاو البصمة ديالهم محفورة في التاريخ. ولكن دابا كاين فيلم اخر، الماكينه هاد الفولون ديالها ثعلب كومان، وعنده في التيران اللعابه من عيار فان دايك وفرينكي دي يونغ وخاكبو وديباي. الكليكه هادي دازت المونديال 2026 وهي متصدره المجموعه ديالها بحال شي تسونامي ما كيعقل على حتى شي واحد. ولكن دابا الموعد في الدور 32 غيكون حارق، حيت غيتصادموا مع اسود الاطلس، المغرب ضد هولندا. الماتش اللي غيوقف فيه التوقيت وغيوقف فيه الزمان. هاد الماتش ماشي غير كرة و90 دقيقة، هادي مواجهة الدم والعروق. النص ديال المنتخب المغربي كبروا وشربوا الكرة تما في المدرسة الهولندية. في الكواليس الماتش غيكون صلة الرحم، ولكن في التيران غتكون حرب طاحنة وكلاش عائلي اللي غادي يحبس الأنفاس. واش الأسود غيفرقعوا الطواحين ويكتبوا التاريخ من جديد، ولا الخبرة د هولندا غتقول الكلمة ديالها في الماتشات الكبار؟ الهضرة سالات هنا، والجواب غيتكتب بالدم والعرق فوق التيران. وديما مغرب.